نقطه تحول تانية وهي المبادره، ان انا بادر لما اوصل للشيء دوت، ما كسلش، ما تراجعش، ما ارجعش لورا، ابادر ابادر. فانا ليه مش ببالغ؟ عشان عندي مخاوف، عندي احساس بان انا هفشل، ان انا هدخل في دايره ندم. لو انا دخلت في القصه دي ما نجحتش فهندم، فهيحصل لي بقى حزينه. كلها مشاعر وهي وقصص واختراعات وافتراضات ليس لها اساس مصلح. ما تخليش الحاجات دي توقفك لو سمحت. لو سمحتي، انا كنت في فتره من الفترات دخلت في القصص دي وفي المخاوف دي وفي الشكوك دي وفي الاشياء دي، ما استفدتش حاجه، ما طلعتش بحاجه، بالعكس فضلت واقفه في مكاني ورجعت لورا. فانا حابه انقل لكم تجربتي. لو في اي شيء انت فعلا عرفتي ان هو ده اللي روحك نفسها تعبر عنه، ان هي دي رسالتك في الحياه، هو ده الشيء ده يعني هتسيبي اثر طيب في الحياه بعد ما تغادري هذه الحياه دي، بليز خليكي مبادره بدري. ما تخليش بقى القصص والاختراعات والاوهام دي توقف، ولا ان انت تشكي في ذاتك، ولا ان انت عدم ايمان في ذاتك وعدم ثقتك في ذاتك. كل دي اشياء عشان تتجاوزيها، مش عشان تقفي عندها وتمنعك، لا، انت عشان تتجاوزيها تبقى عندك وعي. اوكي تمام، ده الحاجات دي كلها عشان توقفني، لا انا اوكي، انا هختار منها. او حاجه ثانيه توقفك زي المثاليه، لا، لما الامور كلها تتعدل ولما يبقى معايا الموارد كلها ولما التولز كلها ولما الفرصه التحفه كمان تجي لي هبقى ابدا. نو، بلاش بروتكشن، بلاش موضوع المثاليه، لان انا كل ظروف لازم تتعمل عشان اعمل، مش هتعمل ومش هتعمل ظروف. والكلام ده انا بقول انا مسؤول عنه، لان انا برضه دخلت فيه. لا لما اعمل كذا، لا لما اخلص مش عارفه ايه، لا لما ادرس الحاجه الفلانيه، لا لما مش عارفه يحصل ايه، لا لا. كلها اسباب فاشله، خلينا اقول، عشان خاطر ابقى انا جوه دايره الفشل. ان هي مش اسمها، حتى لو انت بداتي ودخلتي ورميتي نفسك جوه بس خطوه البيت جوه البحر، رميتي نفسك في البحر زي ما بيقولوا، حتى لو فشلت مش حاجه اسمها فشل، هي تجربه انا استفدت منها، عرفت ايه نقط الضعف ونقط القوه، عرفت ايه اللي وقعني، عرفت ايه الشيء اللي كنت المفروض يعني، او مش كنت المفروض، او المفروض مطلوب مني دلوقتي ان انا احسن منه، ان انا اطور فيه. مفيش حاجه اسمها فشل مهما كان درجه الفشل. بس الفشل مش عشان نقف، الفشل عشان نتعلم ونتجاوز ونرتقي. دي تجربه تشوفوها بحياتين، دي تجربه. الاشخاص اللي بينجحوا فعلا في الحياه هم اللي بيقرروا ان هم يتحركوا من اجل الحياه، عشان الحياه، بدل ما هم يقعدوا في دايره فشل ودايره احباط ودايره اعذار لا تنتهي. دايره اعذار وحجج، اعذار وحجج، لا لما الامور تكتمل، لا لما اخلص كذا، لا لما اول الشهر يجي. انا احيانا كنت بقول كده، مش دلوقتي بقى اول الشهر. طب ايه علاقه اول الشهر بالموضوع الثاني؟ سواء لا لما اجيب القلم الازرق والقلم الاحمر والقلم تبقى الحاجه دي حاجه غير الشكل. لما اقعد اكتب كده واعمل والون، اكتشفت ان كل ده سبحان الله مهما كتبت ومهما عملت ومهما حضرت مش زي الفلو اللي انا ببقى فيه وانا بتكلم. انا ما اعرفش الكلام ده اصلا بيجي منين وما بيخلصش. ولو قعدت 3 ساعات كمان اتكلم هفضل اتكلم. اللي انا اصلا كان موقفني ان انا هقول ايه وانا هقول ايه، واقعد اكتب اللي انا هقوله واقول لا 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 لا، حجج واعذار وهي بتمنعك بس ان انت تاخدي خطوه. خدي الخطوه هتلاقي كل حاجه بتيجي اوتوماتيك لوحدها. انت اصلا كده كده في طريق تحسن، في طريق تطور، في طريق، فمهما كانت بدايتك مهما كانت ابدا مش هتبقى بيرفكت ابدا. هتظل هي البدايه، ابدا مش هتبقى بيرفكت ابدا ابدا. هيبقى فيها نقص، هيبقى فيها عيب، هيبقى فيها حاجات محتاجه تتعدل، حاجات محتاجه تتطور، حاجات محتاجه تبقى اظبط، ومش هتعرفي الحاجات دي غير لما تبداي. طول ما انت عايشه في دايره الوهم ودايره ان انت عماله بس تتخيلي الصوره المثاليه للموضوع يبدا ازاي ويخلص ازاي ويبقى شكله ايه ويبقى عامل ايه، دي دايره من الوهم. انت اقعدي ادرسي ده بس ابداي. ما تقدريش بقى تقولي لا لما كذا يحصل، ولا لما كذا يبدا، ولا لما مش عارف مين يجي، ولا لما اسافر ايه وارجع، ولا لما مش عارفه اخد اجازه، ولا. كل دي اعذار بتمنعك ان انت تاخدي فيرست ستيب بتاعك. فبليز لو سمحتي، عشان تسهلي على نفسك، حطي كونسيبت كده، مبدا، ان انت داخله مغامره، داخله تستمتعي، داخله تستكشفي وتجربي. والله العظيم هيهون عليك القصه دي وهتعرفي تتجاوزيها غير لما تقولي لنفسك الموضوع. انا داخله اجرب، يعني اسوء حاجه ممكن تحصل ولا حاجه اصلا. انت يا ستي واحده جميله في موضوع الطبخ وخلاص، عرفت ان هي انا الناس كلها بتحب اكلي وانا هشارك بقى الناس موضوع الاكل خلاص، وهبدا وهعمل وكلام مثلا. خلاص انت حاسه ان هي دي حاجه هتساعدك، حاجه تجتهدي فيها. هتقعدي بقى تقولي انا لما اجيب الاصناف الفلانيه، لما اجيب يبقى المطبخ بتاعي، يبقى لما اروح اخد مش عارفه ايه، لما اجيب الادوات اللي هي شكلها ايه، لما اجيب اثنين مساعدين معايا، لما اجيب الحاجات واملى الفريزر والثلاجه عشان يبقى كل الادوات عندي. تبداي مغامره. انا اصلا داخله اكتشف، انا اصلا داخله اجرب عشان اشوف النتيجه تبقى شكلها ايه، بدون احكام، بدون توقعات، بدون تعليقات، بدون قصص. ما تتوقعيش لا حلو ولا وحش. ما ترفعيش سقف توقعاتك لا بالحلو ان انا ده انا هعمل وهطلع بيرفكت. ما اوعي تحطي الاكسبكتيشن دي الغيها ودمريها من حياتك. انت بتعملي حاجه مستمتعه ونقطه، شكرا. ولا تتوقعي ان انا هعملها ومهما عملت هتطلع وحشه وتطلع سيئه او هيقولوا نو. لا تتوقعي ده ولا تتوقعي. انت داخله مغامره، انت داخله لعبه، انت بتلعبي، انت منفتحه على حدوث اي شيء. ابداي، خدي خطواتك، امشي نحو الهدف اند انجوي. استمتعي، اعملي حاجه انت مبسوطه بس انت اصلا بتعملي حاجه عشان انت مبسوطه، عشان انت مستمتعه. ايه حصل مهما حصل انا بعدل وبكمل وبظبط وبشوف والله المستعان. مش محتاجه اكتر من ان انت تشوفي ان التجربه دي مغامره وانا هعمل فيها ايه بس، نقطه. فما تقوليش نفسك. فدي حته المبادره برضه نقطه فارقه، عشان دايما احنا بنقف بسبب اعذار كتير من ضمنها المثاليه ان انا ابقى بيرفكت. مش هبدا غير لما ابقى بيرفكت. يبقى عندي الويب بيج بتاعتي، ويبقى عندي قناتي على اليوتيوب، ويبقى عندي الايديتورز بتوعي، ويبقى عندي الناس اللي عملته لي، ويبقى عندي الديكور بتاعي ما حصلش، والفيديو اللي انا هصوره ما فيش زيه، والكاميرا واو، وهجيب ايفون ومش عارفه ايه، وهروح اجيب بقى 50,000 طقم عشان كل مره اطلع بطقمه. حاجات بقى مالهاش اي علاقه بلب الموضوع ولا بالهديه والموهبه للوهاب. وهبها لك، ربنا وهبها لك وقال لك ابدأي وعدلي وطوري. واحنا على فكره معظم الناس الناجحين لو خدتوا بالكم هتشوفوا ان هم بداوا بدايه بسيطه جدا جدا، وبعد كده بداوا ان هم يطوروا ويرتقوا وصلوا بقى مصادر. ليه؟ عشان هم ركزوا على الايه؟ على هدفهم اللي هو العطاء، وهو النفع، وان هم يستثمروا في موهبتهم اللي ربنا وهبها لهم، وما اقتصروش بيها على نفسهم وما دفنوهاش وسابوها، لا، اكتشفوها. الذين جاهدوا فينا قلنا لنهدينهم سبلنا. انا اجتهدتي عشان تعرفي ايه الموهبه اللي ربنا وهبها لك، واجتهدتي عشان ان انت تبتدي ان انت تفعليها، واجتهدتي ان انت خدتي قرار وبداتيها، واجتهدتي ان انت بادوات المتاحه ليكي ونفذتيها. خلاص انت عايزه ايه؟ وربنا اصلا مش مستني حاجه اكتر من كده مني. انت كده يعني في صدق بقى، كده انت صدقتي، بلس ان انت تستمري بقى. لنهدينهم سبلنا، خلاص خلصت. ده امر من يعني سوري، مش امر، اسمه وعد الهي هيديكي بثقه. هيديكي ازاي؟ ده غيب. الذين يؤمنون بالغيب. انا عارفه ان هو هيحصل بس مش عارفه ازاي، بس انا اؤمن بالغيب. هو شيء غايب عني بس انا اؤمن بيه ان هو هيديني السبل. هتطور، هيرزقني، هعمل حاجات افضل واحسن، هوسع، هجيب ناس يشتغلوا، هكبر، خلاص.
لان انا بخدم، انا هدفي ان انا اخدم اكبر قدر من البشر. فالكونسيبت هنا مختلف خالص، هيخليك بقى الموضوع ان انت تطوري في مهاراتك، تطوري في شخصيتك، تطوري في تستثمري في نفسك، عماله تتمرني، تقعي وتقومي تاني، تكملي وتقعي وتقومي تاني وتعدلي. قصه لعبه، جيم، انت عماله مغامره ماشيه فيه. بس انت مش عايزه اكتر من ادخلي الموضوع، انا مغامره، انا عايزه اشوف المغامره دي ايه الدنيا، وشويه نوايا بقى حسنه طيبه فيها خدمه، يشوف فيها اشياء جميله ليكي وللاخرين، وابذلي اقصى جهد عندك، يعني ابذلي اقصى جهد عندك باستمتاع. الاستمتاع هو هنا بتاع الجدع. انا اصلا انا دي حاجه بحبها اصلا، فانا بعملها ومبسوطه وسعيده. بس فنقطه المبادره دي برضه نقطه مهمه. وانس ان انا اكتشفت ايه الحاجه، وانس ان انا عرفت ايه الهديه، ما كدبش خبر بقى، حط رجلي في الموضوع وانطلق، انطلق بهدوء بحكمه، ببدايات بسيطه، واتوسع اتوسع. بس فدي النقطه دي المبادره، يعني كويس ان احنا ضمناها النهارده عشان يبقى الموضوع كله كفايه كده. فخلينا نقف لحد كده النهارده، معلش انا خدت وقت شويه، تقريبا ساعتين اهو. فاتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الافكار دي، وان نقط التحول دي فعلا تكون عملت تحول في الوعي وفي ادراككم وفي حياتكم يعني. وانا قلت يعني، اتمنى ان كل اللي سمع ان هو ينتفع بالكلام دوت، وان كان قلت حاجه يعني لمست حد او فيها نفع لحد، فده بتيسير من ربنا، مش بحول الله وقوته، انا ماليش يد خالص. وان كنت قلت حاجه فيها خطا او نسبه من خطا او حاجه، فطبعا يعني استغفر رب العالمين على كده، فهي مني انا ومن الشيطان يعني. فالحمد لله ان احنا النهارده كملنا مقدرتنا، فاضل معانا بكره برضه هنتكلم في، يعني هنأكد على كذا حاجه من اللي قلناها، ويمكن في نقطتين او حاجه او ثلاثه انا حابه برضه اقولهم بكره ان شاء الله. و... ويعني انوي ان الجميع ينتفع، ولو حابين تشاركوا ال... الكورس يعني مع حد ما يجي يحضر معانا، يا ريت يعني ما تاخروش، يعني يبقى في نفع اكتر، ويبقى في مشاركه يعني اكبر عدد معانا ان شاء الله. بشكركم جدا، وتصبحوا على خير، مع